لو عاوز تذاكر بتركيز اعمل الثلاث حاجات دول هيفرقوا معاك جدا. لو بتقعد تذاكر وتلاقي نفسك سرحت بعد 10 دقايق، ركز معايا في الثلاث حاجات دول، هيرفعوا تركيزك جدا ومبنيين على دراسات علمية. أول حاجة البامادورو تكنيك، قسم مذاكرتك ل 25 دقيقة تركيز كامل وخمس دقايق راحة. العلم بيقول إن المخ بيفضل الاتنشن سبان قصير، فلما تكسر المذاكرة لفترات صغيرة الدوبامين بيفضل ثابت وميحصلش ملل. تاني حاجة قلل الكافيين، لو بتشرب قهوة كتير قبل المذاكرة ركز معايا. زيادة الكافيين بتزود هرمون الكورتيزول وده بيعمل توتر، والتوتر يقلل التركيز. فلو هتشرب خليه فنجان واحد قبل المذاكرة ب30 دقيقة بس. تالت حاجة مبدأ الديستراكشن ليست، ورقة التشتت، دي بقى حركة سهلة جدا وهتغير يومك. قبل ما تذاكر هات ورقة صغيرة، وأي فكرة تيجي في دماغك، رسالة، فيديو، حاجة افتكرتها، ما تقومش تعملها، اكتبها بس في الورقة. وهنا المخ بياخد سيجنال إن الحاجة محفوظة، فبيرجع يركز بدل ما يزن عليك. وزود عليهم نقطة بسيطة بس مهمة جدا، قبل ما تبدأ مذاكرة اشرب شوية مية وخد نفس عميق لمدة 10 ثواني. المخ لما يوصل له أكسجين ومية كفاية الأداء الذهني بيعلى بشكل واضح. وفي الآخر التركيز مهارة مش موهبة، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتذاكر أسرع وبتفهم أكتر. والسلام عليكم.